مرتضى الكناني للتصوير والمونتاج. من قلبه وجوه التنانير شلونك بخير وقلت يا خير. اي والله برنا وفراقك جاسمتني، كان مقبل على زواج رحمة الله عليه. اسمع، برنا وفراقك جاسمتني، حاجين من كونك تحبني. ايش قال لي الخوان الربعها؟ جاموا بعرسك وعدتني، لو انت لو ما حد يزفني. مرتضى الكناني للتصوير والمونتاج. الله عليك سيدي يا أبا عبد الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسع، يا باب نجايات الأمة، يا مظلوم يا غريب كربلاء، يا مسلوب العمامة ظلما والرداء، ما خاب من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. يا حفار قبري، يا حفار قبري، لا تضع التراب على صدري. يا حفار قبري، لا تضع التراب على صدري، فإني لم أبلغ 20 من عمري، فإني لم أبلغ 20 من عمري. أدري المفارق أخو يصبح فعل مجهول، أدري المفارق أخو يصبح فعل مجهول، واللي يفزع الوحد الوادم خطية تقول يا أخوي. اي والله أدري المفارق أخويا يصبح فعل مجهول، واللي يفزع الوحد الوادم خطية تقول. اتشتف لو ما خوته ما ظن يشيل حمول، الأخ دون أخوته يضيع هواي حلو. خويا أنا مشتاق لك يا ماي، يا ماي يا ماي عين يا خويا. آخ حارث راح يقلكم رحمة الله عليه، أكيد كان له ضحكة وياكم وقعدة وياكم،
الله يساعد أخي والده والدته والله كذلك أعزيهم بهذا المصاب. اسمع حارث يقول لك شلونك يا ابويا شلون همي، شلونك يا ابويا شلون همي، مشتاق لكم تقعدون يمي، ويا مشتاق لكم تقعدون يمي، اعذروني اعذروني يا ابويا الموت فارقنا، عنكم رحت غفلة ما توادعنا. يا شو اسولف لك يا ابويا القبر غربة، دفنتوني ورجعتوا حيل صعبة، ابويا وعلي مشتاق للصحبة، وين اصدقاء ابويا وعلي مشتاق للصحبة، خويا خويا تدري البارحة، خويا تدري البارحة شقد افتقدنا ياك، من كنا انجمعنا وما لقيناك، ويا من كنا يا ما انجمعنا وما لقيناك، يا خلصت عشرتك بعد ويانا القاياك. باوع على الصورة يا دفان شوف اش حلاته، يا دفان شوف اش حلاته، يظلن عليه يبجن خواته، يا ابويا الوالد يقول انا ربيت الولد وشلون ربيت، ويا ما تعبت الليل واشقيت، ابويا على غفله وباوع خالي البيت، يا ابويا وين اخي خويا خويا الحادث ريت اخذني ولا خذاك، يا الخلصت عشرتك وانتهت وياك، خويا ايش كان يتمنى الاخو، الرت حزام ظهر راح الحزايام، يا من بيك انكسرنا كسرة الجام خويا، يا وين والد اسمع، انا مكيف بالولد بين شبابه، وقلبي للعرس حضر حسابه، يا ابويا اللي عنده اولاد عدوانه تهابه، يا اخ ابويا الشعود يامنا ونقعد سوي، يا الربع اسمع، يا خويا خويا ميت ذبل قلبي واحس القاع ميت يا خويا من سمعت الخبر، يا خويا من سمعت الخبر ميت، كذبت الخبر غصبا علي، راح يقلكم حارث راح يقلكم اسمع، يا هل بيكم المشتاق لعيوني، اذكروني بعدكم لو نسيتوني،
شو الذكرون؟ ضحكتي سوالف الذكرون هاللولا من تقعدون عالسفرة تفقدوني. ما قلكم بقبري شلون وحشة يصير. شنو الوحشة؟ خويا منحسب للخميس وما تزوروني. يا خطي ام الحنينة شلونها بدوني. اذكر من دخلت البيتنا بتابوت نامت فوق ما قبلت يشيلوني. مو ذا كان خرب رسوم الموت من تشوفون هسه ما تعرفوني. شابيش يطلبنا القبر ضيع لوين الغالي. ظليت كل ما التفت ظل طوله يتراوالي. هذا البيت مؤلم. شابيش يطلبنا القبر من يدفن الحنية. حارمنا من ذاك الذي اضحك ويا يومي. اضحك ويا يومي. اسمع يا ربعه، تعالوا لي يا ربعه وجيبوا امي. القبر وحشه واريد شموع يمي. انا قالوا لي عده اخو واحد. خويا خويا صار ايام ما قايل لخويا. كنت ارتاح من تقل خويا. من كنت وياه وتحجون ويا الدكتور عن حالة اخوكم. اذكر هذه الابيات للشاعر قاطع المياحي الله يحفظه. يقول يا دكتور جاوب شنو الاحوال. قال الموت باقى من ايد سكته. لا عندي دواء واقعد وداوي. حارث ركضت ركض على عمره ما لحقته. هواية كان مستعجل على الموت. مشوا مع الذبانة من محنته. اذكروني بشقى الصحبان لأن مشتاق شاقيكم. يوم لا تبطون مروا لي كل اسبوع تانيكم. كل اسبوع تانيكم. باوع للصور خويا. احاج بصورتك خويا ما تحكي. خويا ضيج المقبرة وما ينقعد بيها. سولف لي عليك شلون قاضية. الصدقة جدا مهمة للميت خصوصا ليلة الوحشة. في رواية تقول إذا تصدق الرجل بنية المؤمن أمر الله جبرائيل أن يحمل معه 70,000 من الملائكة بيد كل ملك طبق وينزل إلى قبره ويقول السلام عليك يا ولي الله هذه هدية أخيك فلان فيتلألأ قبره نورا. أيضا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه يدخل على الميت الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والصدقة حتى يكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق.
فالصدقة جدا مهمة للميت، وجاءت في أحاديث كثيرة، لأن الصلة بين الحي والميت إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انتهى، إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فكون الإنسان قبل لا يطلع من هذه الدنيا يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى استعداد حقيقي وعبادة حقيقية. الله ايش فرض عليك أوامر، لأن صعبة ودعتك صعبة. إذا تموت وغادي يعزلونك كل شيء ما عندك يد ورا ويد قدام، يقول لك اعطيناك أوامر، اعطيناك صلاة، اعطيناك صيام، اعطيناك صلة رحيم، اعطيناك كلمة طيبة، يعني انت ذا عايفن كل وراك وجاينا خالي اليدين كل شيء ما عندك، وين يودونك؟ فانت الموت حسب له، الموت حسب له في اي لحظة. كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. شوفه صاحي كل شيء ما يقول، ويقولوا لك يا ابو فلان مات، يا شلون مات؟ هي انتهى، كل اجل كتاب. فالموت حسب له في اي لحظه ينزل عليك، ولذلك الايه تقول: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيد. نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أمر الجن أن يصنعوا له غرفة، هاي الغرفة ما حد يدخلها غيره بس هو. يقول لما أكملوا البناء النبي قاعد يقول وإلا يشوف رجل داخل هاي الغرفة. عجيب، هذا شلون دخل؟ راح له: السلام عليكم. السلام. من أنت؟ ايش قال له؟ قال له: أنا هادم اللذات، أنا مفرق الجماعات، أنا ملك الموت. فعلا ما تعصي عليه شيء ملك الموت. فكون الإنسان يستعد للقاء. ودعتك لا صديقي، حتى أمك ربتك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ما تعرفه، كل من حير بروحه، على قولة المثل كل الشمنك راحة يا هليل الشمن. فقول الدنيا ما تاخذك وتروح بالدنيا وعلى قولتهم تنزل على التراب، لا، لأن الموت ما تدري يمتى يحل عليك. هذا واحد تنقل هاي القصة، يقول نزل علي ملك الموت، قال له: ليش ما نبأتني؟ ليش ما اعطيتني فد أيام حتى حضر نفسي؟ قال له: اعطيتك هواي. قال له: شلون اعطيتني هواي؟ قال له: ألم يمت والدك؟ قال له: إيه مات. ألم تمت أمك؟ قال له: إيه مات. قال: هاي كلها انذارات لك، هاي كلها يعني أنت وراهم، حي على الصلاة، هذا واقع الموت، كل نفس ذائقة الموت. فلا بد للإنسان أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. حتى لا أطيل، من مضامين الصدقة أيضا هو ذكر الحسين عليه السلام، لأن له خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الموقف الأذى الحسين لما ذهب إلى مصرع أخيه أبي الفضل العباس، الأخو يكسر الظهر أخوان، وشاف بذاك الحال عين جمد فيها الدم، وعين أصابه السهم وبلا كفين. يقول أراد أن يحمله إلى المخيم، أبى. لحظات وفاضت روح أبي الفضل الطاهرة، قال: خله خله يا أبو فاضل، ترى فقد الأخو يا أبو فاضل، ترى فقد الأخو خله يا وخصوص الكل وقت ويا مثل ظل خويا الفقا ما ياد الفقا الفقد مثلك اخو، لا 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 لو ميت احسن له يا اخويا. خوان صحيح الدهر يا الناس
خوان وخلى لجميع أعضاي خوايا أنت فارقنا وجنا سنين خوان زمان أخذ وين اللي يحن قلبه علي بعد أذكر هذه الأبيات حتى الملا يكمل بعد الأم وإذا جن الليل على الأمها شو تقول الأم هسه قالت قعد الولد قعد الولد خلونا نشوفه خي قل لي يمه وعاد اعوفه قعد الولد خلونا مشطه غريضات محضره بجنطه يما يا يما مراد يقولون تشبيد مراد يما لأولاد ومحلات من يمشي ويا الأولاد يا مقبرة من عليك الحسين العزيز البيج نايم عينك علي يما ثقيل بنومته وما يقعد بساعة كان بشيلت من هنا مغطي الولد يا يما شنو أمنية الوالد شنو أمنية الوالدة يما ويا ابني زماني هدم بحيله ويا ابني وردت باجي العمر يقضي ويا ابني أنا تعبت ردت الولد يكبر ويا ابني لبيت الكبر واقعد فيا ياما لعب بي الدهر شوغات ياما وشفيد البجل الوصل ياما حلات الولد من يصيح يما يا وزمان اخذ وين اللي يحن قلبه علي يا الله اللهم شافي وعافي كل مريض اللهم اقضي حوائج المحتاجين يسر امورهم يا رب العالمين اللهم من اجتمعنا لاجله انس وحشته بلغه حضور الحسين الهم ذويه الصبر والسلوان اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره يا أعوانه المستشهدين تحت لوائه يا رب العالمين إلى أمواتكم أموات السامعين الحاضرين إلى من ليس له وارث يذكره والخصوص إلى من اجتمعنا لأجله بلغ اللهم الجميع ثواب المجلس والفاتحة قبلها الصلوات.